تخيل إن التفكير نفسه يتحاكم ويتقتل، مش لأنه غلط، لكن لأنه فكر. دي مش بداية فيلم، دي قصة حقيقية. بطلتها ست اسمها هيباتيا، عالمة رياضيات وفلك وفلسفة. كانت بتدرس في مكتبة الإسكندرية، والناس كانوا بيقولها من كل أنحاء الدنيا. هيباتيا ما كانش ليها دين، وكانت بترفض تدخل الدين في العلم والحكم، وكانت بتدعو للعقل، للحرية وللفكر. بدأ الكهنة يشوفوها خطر، ست مثقفة بتأثر في الشباب ومش تابعة لا لدين ولا سلطة. وفي عصر التعصب ده كان كفاية يخلي الناس تخاف، ويعملوا عليها دعاية، يتهموها بالسحر وبالعداوة للدين، ويهاجموها في الشارع، يسحبوها من عربيتها ويسيبوها جثة في الدم. هيباتيا ماتت، بس فكرها لسه عايش. وكل مرة حد بيحاول يسكت صوت العقل، بيرجع اسم هيباتيا يفكرنا إن أخطر شيء في الدنيا هو الجهل، لما يلبس وش الدين أو السلطة.